اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة العمق مع احمد الجندي. هنتكلم النهاردة عن الاسهالات في العجول والاغنام والماعز الرضيعة، وهنتعرف على الاسباب والاعراض والعلاج والوقاية. طبعا قبل ما نتكلم عن الاسباب لازم نقول ان الاسهال عبارة عن عرض لمرض، المرض اللي هو النزلة المعوية او التهاب الامعاء والمعدة في الحيوان. طبعا ده بيبقى الالتهاب دوت ناتج عن فشل بطانة الأمعاء في امتصاص السوائل. السبب الثاني إصابة الحيوان يا إما بفيروس يا إما بكتيريا يا إما طفيل. طبعا الأسباب دي بتؤدي إلى التهاب المعدة وفشل بطانة المعدة في امتصاص السوائل، فلذلك الحيوان المصاب بالتهاب المعدة أو النزلة المعوية بيبقى البراز بتاعه لين وعبارة عن سوائل، لأن المعدة فشلت في امتصاص السوائل نتيجة الالتهاب. ديت بالنسبة للأسباب. تاني حاجة هنتكلم عنها الأعراض. أول حاجة بتظهر على الحيوان المصاب بالتهاب المعدة أو الأمعاء تغيير في طبيعة البراز ليصبح لينا، وفي بعض الأحيان بيكون سايل. تاني حاجة عندنا إن لون البراز بيتغير من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر أو الأخضر. ثالث حاجة ارتفاع في درجة حرارة الحيوان لتصبح 41 درجة مئوية. رابع عرض عندنا فقدان شهية الحيوان. خامس عرض موجود عندنا فقدان وزن الحيوان بسرعة. دي بالنسبة للأعراض. طيب عندنا الإسهالات بتنقسم لنوعين اتنين: إسهال معدي نتيجة الإصابة بفيروس أو بكتيريا أو طفيل، أو إسهال ناتج عن سوء التغذية. طبعا الإسهال الناتج عن سوء التغذية ده نتيجة إن الحيوان بياخد كميات كبيرة من اللبن، فطبعا اللبن ده بيتخمر في كرش الحيوان، ولما بيحصل عملية تخمر للغذاء داخل كرش الحيوان بيصاب الحيوان بالتهاب الأمعاء أو المعدة، فيحصل فشل لبطانة الأمعاء في امتصاص السوائل. وعندنا النوع الثاني من الإسهال نوع معدي، اللي هو الحيوان بيتصاب بنوع من أنواع الفيروسات اللي موجودة اللي بتؤدي إلى الإسهال، أو نوع من أنواع البكتيريا زي السالمونيلا وزي الإيكولاي، وممكن يصاب برضه بطفيليات داخلية بتسبب الإسهال زي الكوكسيديا. طبعا هي ديت أنواع الإسهالات. فالعلاج هيبقى مبني على تحديد نوعية الإسهال. فلو كان الإسهال نتيجة سوء تغذية فبنمنع عن الحيوان اللبن لمدة 24 ساعة، ونعوض الحيوان بمحلول الجفاف نتيجة السوائل اللي فقدها الحيوان. ثالث نقطة عندنا بندي الحيوان مواد قابضة زي البكتين بتمسك معدة الحيوان شوية، أو ممكن نديله برضه نشا، ديت مادة قابضة بتمسك كرش الحيوان وتوقف الإسهال. ورابع نقطة عندنا بندي الحيوان خافض حرارة، لأن حرارته في وقت الإسهال بتكون مرتفعة، فلازم نديله خافض حرارة. أما بالنسبة للعلاج لو الحيوان مصاب بفيروس أو ببكتيريا أو بطفيل، بنحدد الأول نوعية الإصابة، وبعد كده ندي الحيوان المضاد الحيوي المناسب. ده بالنسبة للعلاج. عندنا بقى الوقاية من المرض، وديت أهم حاجة. لازم أول حاجة الحيوان ياخد كمية كافية من لبن السرسوب. أول ما الحيوان بيتولد على طول لازم ياخد كمية كافية من لبن السرسوب. وتاني نقطة عندنا لازم الحيوان يتحط في مكان نظيف وجاف. تالت نقطة عندنا تنظيف الضرع وحلمات الأم قبل رضاعة الحيوان. رابع نقطة عندنا لازم المكان اللي بيعيش فيه الحيوان المولود يكون مكان بيخشه الشمس ونسب الرطوبة فيه قليلة، ولازم تكون التهوية جيدة. كل العوامل دي بتساعد في ان الحيوان ما يصابش بالبكتيريا او الفيروسات او الطفيليات اللي بتؤدي الى الاسهال. وفي نهاية الفيديو احب اشكر حضراتكم، ويسعدني ويشرفني متابعتكم على القناة. اهلا وسهلا بحضراتكم.